انت عملت ادوار ستات كتير، اتأثرت بهرموناتهم؟ ايوه، بس انت يا وليد راجل مؤلف وستاند اب كوميديان طبعا وفنان طبعا، فاهم قصدي، ففاهم ان ده تمثيل فما ينفعش تسال سؤال زي ده لا مش الفكره، بس تفاصيل الستات انا بلقطها. يعني انا لسه كان معايا ليسي وبعدين نتفرج على زكية زكريا. الله، مش ممكن انت تقدر تنكر ان الراجل ده عظيم الله يرحمه، وعمل حاجه عايشه لغايه النهارده. استاذ ابراهيم نصر، كمان استاذ ابراهيم نصر، يعني فاهم قصدي ازاي؟ عملها سنين وعملها في رمضان وعملها وكانت الاسر كلها بتشوفها يعني في شهر فضيل طبعا. ومحدش طلع قال ده راجل بيعمل ست. هو احنا كنا بنضحك ولان ده نوع من الكوميديا، يعني فاهم قصدي؟ وكان في ناس شاطره فيه، يعني في كوميديانات عظماء وما بيعرفوش يعملوا الست كويس او بيعملوها بشكل يعني اللي هو مبتذل او تأدية واجب، مش قادر يجيب التفاصيل الناعمه قوي اللي بتضحك فيها. برافو عليك. او التفاصيل الدقيقه اللي بتضحك فيها. ده اللي انا بتكلم فيه. أيوة. انا اقصد ان انت ذاكرت ست وست وست وست، ذاكرت يا عم كفايه اللي عملتها في 100 وش، الست اللي في الاخر ام معاذ. ما دي انا واخدها من الحقيقه. يعني انا كنت في مدرسه ما يعني، وكان فيها يعني المعلمات اللي هم الملتزمات اللي هي بتكلمك، هي مش بصالك، هي بتبص الناحيه ده. زي حضرتك يا استاذ اسلام، مش عارف. انا بفكر ان يعني حبيبتي عندها شوح او عندها مشكله بس طلع ده نوع من انواع الخجل والحياء يعني. مش عارف ايه الفتنه اللي هتجيلها مني، بس ايه بتبقى باصه الناحيه الثانيه. عامل ايه ان شاء الله، انا بس كنت عايزه دفتر التحضير من حضرتك، فانا ببقى عايز اعمل لها كده. فانا شفت الناس دي واللي هي يعني فاهم، يا اما ما بتسلمش يا اما لابسه جوانتي. طبعا دي حاجه يعني عظيمه ولطيفه الناس الملتزمه دي، بس يعني هي تفاصيل واخد بالك. انا لقطتها اتخزنت، ما كنتش عارف ان انا هعمل ده في يوم من الايام وعملتها. وتونس بس مش هدعي ان انا بقى بقعد اذاكر، هي بتبقى متخزنه لوحدها فاهم. بتطلع بقى لما بيجي دورها يعني. هقول